صاحبي انا ماليش في الترند، بس جات لي صفقة مشاهير تيك توك. الفلوس حاجة مهمة مفيش اختلاف، بس هل اهم منك وتستاهل تسيب من نفسك وروحك عشانها؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. كورونا كانت أزمة على كل العالم صحيح، بس الأزمة الكبيرة اللي عملتها إنها ادت مساحة للناس في فراغهم يكتشفوا التيك توك. ده كان تطبيق تليفون اسمه ميوزيكلي، ما كانش ليه أي هدف غير الترفيه مش بس الرقص. واتطورت الفكرة بإن واحدة من الشركات الكورية تشتريه ويبقى اسمه تيك توك، واشتريته برقم كبير. ويوصل فيروس كورونا والناس عايزه تملى وقت فراغها، وقت الحجر اللي كان مفروض على كل العالم. الناس بتعمل تصوير مشاهد في افلام او يوميات وحاجه تبدو لذيذه، ويمشي فيروس كورونا ويحل فيروس التيك توك في كل المجتمعات وخصوصا العربيه. انت عارف سعر الاسد على التيك توك كام؟ لو ما تعرفش هقول لك عن شويه هدايا على التيك توك بارقام محتاج تشتغل شهور كتيره جدا عشان تعملها، انما في لايف واحد ممكن تعملها. خليني اقول لك يعني ايه اصلا هدايا. التيك توك بيعتمد الربح فيه على الهدايا اللي بتتبعت ليك خلال اللايفات، وطبعا كل هديه ليها ثمن معين. فمثلا انك لو داخل لايف وجالك بضغطه زرار واحد اسد انك كسبت $150، فلو كان سعر الدولار مثلا 60 جنيه يعني حضرتك خلال اقل من ساعه معاك 9000 جنيه. وده طبعا لو افترضنا انك جاتلك هديه واحده بس هل ده مهم لدرجه انك تطلع في لايف وتقول على نفسك انا سمكه، او انك تهين نفسك وتطلع تعمل تحديات مع التيك توكرز الزملاء؟ يا جماعه كبسوا التيك توك في تحديات بتتعمل كلها تهزيء، وكل طرف بيطلب من التاني حاجات اقل حاجه تتوصف بيها انها اهانه. طب كل ده مقابل ايه؟ الابلكيشن اتحول بمرور الوقت لاداه للاستقطاب الجنسي وجذب الجمهور من الشباب الصغير، زي اللي حصل في قضيه حنين حسام. بنوته صغيره طلعت اعلنت عن ابلكيشن تاني، وكانت طريقه الاعلان فيها اتجار بالبنات الصغيرين، واللي طبعا تمت معاقبتها طبقا للقانون المصري. طب هي استفادت ايه غير الحبس وسنين من عمرها ضاعت؟ نفس سيناريو مسلسل اعلى نسبه مشاهده، وخلال السعي ورا تحقيق اعلى نسبه مشاهده بيتم السعي كمان ورا الترند، حتى لو كنت انت نفسك الفقره. مثلا بودي شاب عنده مشكله في ايده بيطلع يستفز بيها الناس لتحقيق الشهره، مستغل اعاقته عشان يستفز الراي العام. اما الكارثه الحقيقيه فهي تصنيف الشباب والبنات دول اللي المحتوى بتاعهم رقص على انهم صناع محتوى. اين المحتوى؟ انا لا اراه. يعني حضرتك رقاص وانت بتقلب على الابلكيشن هتلاقي ام عمر بتقمع باميه، وسوزي بتشتم ابوها، وام ساجده بتزعق في وحيد انها عايزه فواتح يا وحيد، وام خالد بتقول انه خالد مش بياكل من ثلاجه ابوك. كل ده عادي، بس الحاج ماله ومال الموضوع يا ام خالد؟ الحاجات اللي هتشوفوها على الابلكيشن بالنسبه لمجتمع متحفظ ومتدين هتخليك تسال نفسك هو التيك توك اللي علم الناس ده، ولا بس هو كان وسيله عشان يكشف عن طبيعه المجتمع الحقيقيه؟ وفي احدى الليالي ظهر لنا التيك توك كروان مشاكل، المغني الحنتي هندي يعني. المهم كروان عمل كل حاجه في الدنيا عشان يحقق الشهره، حتى لو كان هو الفقره، وكل يوم يطلع يقول انه متجوز من فلانه عشان يعمل معاها فيديوز. والله ما حد فاهم الهدف منها ايه، لحد ما واحده من جوازاته دي كانت مفروض مع تيك توكر تانية اسمها انجي حماده. محدش برضو عارف هي محتواها ايه غير انها مراته، وعشان يحققوا الترند اتصور فيديو مستفز ومستغل جدا للراي العام، واتحركت بالفعل ضدهم الجهات الامنيه زيهم زي غيرهم. وبعد هروب كروان من القاهره اصلا لبيت حد من قرايبه اتقبض عليه، ولكن كان في سي دي متصور ليه واللي المفروض انه مع انجي حماده اللي هي مراته، وطلع طبعا قال انه ما كانش يعرف انه بيتصور وانها استغلته عشان تحقق الارباح والمشاهدات الكتير. خليني بقى اقول لك خطوره الابلكيشن ده بجد. في دراسه اتعملت على الصحه النفسيه لمستخدمي التيك توك تحديدا، واكتشفوا القائمين على الدراسه دي من الاطفال والمراهقين ان التيك توك اثر في صحتهم العقليه، وان هو سبب في زياده الوسواس القهري والعزله والاكتئاب، وطبعا نشر ثقافه التنمر. وفي حالات كتيره جدا من شباب مراهقين عندهم حاله من الخوف من المجتمع، انهم ما يكونوش جزء منه وجزء متفاعل، وده اثر التيك توك. فتابعوا اولادكم وشوفوا هم بيتابعوا مين. بس هل ده معناه ان كل اللي على التيك توك عالم فاضيه ومفلسين فكريا؟ اكيد لا. في نماذج وصناع محتوى فعلا مفيد جدا، بس المخزي ان النماذج دي احنا ما بنشوفهاش ولا حتى هم في حيز الاهتمام. وده اللي واضح لان اعلانات رمضان 2024 ظهر فيها صناع محتوى كله اسفاف. حتى المسلسلات نفسها اخذت من المصطلحات دي وكانها بتشجع على اللي بيحصل ده، واجتهدوا جدا ان هم يحطوا في السيناريو جمل ترند على التيك توك، زي مثلا مسلسل العتاوله اللي ظهرت فيه مي كساب بتقول جمله
الشارع اللي وراه. فهل ده نجاح تفتكروا، او ان الفلوس ده بس الطريق ليها عشان نعملها؟ الحقيقه انها ما بتتحسبش كده يا صاحبي، وان سعيك ورا انك تكسب الفلوس بالشكل المهين ده مش هتعرف تكمل وتكسب منه طول عمرك، وانك كل مره محتاج تقل من نفسك اكتر علشان طبعا تفضل تتشاف، ومحتاج انك تتاكد انك عامل سبسكرايب على اليوتيوب وكومنت وشير على الفيسبوك. انا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.